كان عندي استشراف الحمد لله بفضل ربنا لأزمة روسيا وأوكرانيا إن هي هتحصل. قبل ما تحصل الأزمة. هيحصل. فساعتها عملت شيكت الوكالات اللي عندكم ايه في اكسترا، السيرفيس اللي موجوده ايه بتاع، قلت لهم طب افتحوا سيرفيس كذا وسيرفيس كذا وسيرفيس كذا. اول ما يجي لك على وكاله ان هي تفتح لايف كييف خدها. بلغوني. مم. تمام. تاني يوم الساعه 12 بالليل الاسوشيتد بريس عملت زي الارم كده، هيبقى في لايف من كييف الساعه 12 بالليل. مم. واكسترا قناه محليه. مم. ففي العادي هتتجاهلها، هتجنور. قلت لهم اول ما يفتح خد افتح لايف. فالعالم كله داير في حاجه، وايه اللي اكسترا نيوز فاتحه لايف على كيف. صوره في كيف وقعدت تقلب عواجل التطورات ما بين روسيا واوكرانيا، لسه ما حصلش الحرب. خلاص. عملنا زي نموذج لتطور الاحداث في المكتب عندي مع الزملاء. كان لسه الاستاذ تامر حنفي منضم لينا. انا فاكر ليله الحرب قلت لهم المبيت يبقى الاستاذ تامر حنفي، الراجل ده هو اللي هيقول خبر الحرب. هو اللي هيقول خبر الحرب. وقد كان. للدرجة دي وقد كان. كنت شايف الموضوع. شوف، هي العملية ما هياش دجل، هي معطيات تؤدي إلى نتائج. يوم 7 أكتوبر، تمام، في عز ما الناس كلها قاعدة بتهلل، اجتمعت بالستاف في القناة بتاعت الأخبار، قلت لهم كلمة واحدة: مصر أقرب ما تكون إلى الحرب يوم 7 أكتوبر. والناس موجودة تشهد. قلت لهم كلمة: مصر أقرب ما تكون إلى الحرب. هنشتغل على إيه؟ عندنا سيناريوهين. سيناريو رقم 1 نواجهه بمنتهى القوة من دلوقتي، التهجير من 7 أكتوبر. 7 أكتوبر نواجهه دلوقتي إيه؟ التهجير. سيناريو رقم 2 نأكد على ثوابت القضية. الكود بتاعك بتاع المصطلحات اسمه جيش الاحتلال، اسمه جيش الإسرائيلي، تمام؟ رئيس حكومة الاحتلال. تك 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 تك. ساعات بقى الناس يطلعوا لك ايه، يقول لك ده واحد حمساوي اللي ماسك القاهرة. انت مش فاهم يا ابني. انت مش فاهم انت راح ليه. خلاص. اللوجيستيك، خلاص. برج الاتصالات اتضرب تاني يوم. خلاص. طيب، قطاع غزة في كام SNG القاهرة الإخبارية تبقى راكبة. هذا ما حدث. لا شاء من شاء وأبى من أبى. لأن أحدهم، ما هو أنا بص، أنت في الآخر بتقدم سيرفيس لجمهور، الجمهور بقى يعجبه ما يعجبوش، ده حق الجمهور. تقييم ده حق الجمهور فعلا. ده حق الجمهور، يعجبه أو ما يعجبوش ده حقه. خلاص. في الآخر هو في إيده الريموت، هي هتفرج عليك مش هتفرج عليك. لكن أنا يعني بيضحكني حتى. يعني اعمل، يعني أنت دلوقتي عامل إيه؟ يجي بودكاست، صح؟ أنت عامل منتج. ممكن يعجب ممكن يعجبش، بس عامل ايه؟ منتج. ان يجي حد ما عملش منتج طول حياته وينظر يقول لك والله اصل هي القاهرة الإخبارية ما حققتش المطلوب منها يا راجل يا شيخ. طب انت بتقيم على اساس ايه؟ انت منتجك ايه؟ الجمهور ده حق الجمهور، لكن انت يفترض زميل واستاذ وصاحب معالي وصاحب حركات. اقصى ليفل وصلت له كنت نص رئيس تحرير، كنت واخد رئيس تحرير شركه مع زميل.